في حاجات بتحصل حوالينا ممكن تكون أغرب من الخيال، حاجات تخليك تعيد حساباتك في كل حاجة كنت فاكر إنك فاهمها. النهاردة هحكي لكم عن قصة مرعبة، مش من خيال كاتب ولا من فيلم رعب. دي حكاية حقيقية حصلت لأسرة عادية، بس اللي حصل فيها كان كله غير عادي. في الفيديو ده هنحكي لكم واحدة من أغرب وأقوى القصص اللي ممكن تسمعها. قصة حصلت لأسرة مصرية عادية، لكن اللي شافوه كان خارج حدود المنطق. تخيل تودع أمك الصبح وتبوسها وترجع تلاقيها في نفس المكان بنفس الوضع ولا كأن الزمن اتحرك. إيه اللي حصل؟ وليه بدأت تنادي على ناس ميتين؟ وإزاي تدخل الجن في حياتهم؟ تابع القصة للنهاية وما تنساش تشارك رأيك في التعليقات. في يوم من الأيام بدري كده صحينا كلنا على ريحة الفطار اللي ماما كانت محضراه بحب كعادتها. كل واحد فينا فطر وطلع على مشاويره، بابا راح شغله وإحنا طلعنا على مدارسنا. ماما كانت خلاص خلصت كل حاجة وجهزت نفسها عشان تروح شغلها الحكومي، وكانت واحدة تغريد أختنا البيبي وادتها لجدتي تحت تهتم بيها لحد ما ترجع. أنا كنت آخر واحد خارج من البيت. ساعدت ماما أشيل الأطباق من على السفرة وأدخلهم المطبخ، وهي كانت واقفة في الصالة. قربت منها وبستها على خدها وسألتها لو محتاجة مني حاجة قبل ما أروح المدرسة. بصيت لي وابتسمت وسكتت. وأنا طالع من الباب صرخت من آخر الصالة وقلت يا ماما خلي بالك من نفسك، بس ما ردتش. قلت يمكن مش سامعة أو مشغولة ومشيت. رجعت من المدرسة وأنا طالع السلم سمعت صوت أخويا حازم بيعيط وبينادي على ماما. قلبي وقع، جريت على طول لقيته في الصالة ماسك في هدومها بيهزها يشدها ويبكي ويقول ماما ردي عليا، بس مفيش فايدة. ماما كانت واقفة في نفس المكان اللي كنت بقابلها فيه قبل ما أخرج، لسه ماسكة كوباية الشاي زي ما هي، ولا شربت منها ولا اتحركت من مكانها. ساعتها بس حسيت بالوجعة دي، ما ردتش عليا وأنا خارج لأنها ما كانتش سمعاني أصلاً. أنا كمان حاولت أصحيها بس كانت متجمدة كأنها تمثال، ما قدرتش أحركها حتى شبر واحد. فقررت أشغل إذاعة القرآن الكريم على أعلى صوت وبدأت أعيط وادعي ربنا من قلبي. وفعلاً بدأت تفوق ببطء، فتحت عينيها وبصت يمين وشمال، وبعدين بصت لنا وقالت انتوا لسه هنا ما رحتوش المدرسة؟ حازم كان عايز يتكلم بس أنا بإشارة من إيدي منعته وفضلنا ساكتين. ولما بابا رجع من الشغل حكيت له كل حاجة، وهو قال لنا ما نقولش لماما أي حاجة ونسيب له هو الموضوع. بس للأسف اللي حصل بعدها كان أصعب. ماما بقت تصحى من النوم وهي بتعيط، مش عياط عادي، ده بكاء يطلع من قلب موجوع. وكل ما بابا يسألها مالك كانت تقول عزة عايزة تنام. كانت بتتكلم وكأن مش هي اللي بتتكلم، كأن حد تاني بيتكلم على لسانها. وفي يوم كنا قاعدين بنتفرج على فيلم عائلي وماما كانت بتضحك بصوت عالي وسعيدة. فجأة وشها اتبدل وصوتها اتغير وبقت بتقول وهي مرعوبة بابا وفاء وحشتوني أنا جاية. جسمها كله بقى عرق وعينيها كانت جحظة ومخيفة. بابا جري بسرعة نادى على جدتي، ومجرد ما شافتها حطت إيدها على قلبها وعيطت وقالت وفاء كانت بتقول نفس الكلام وكانت بتنادي على الناس اللي ماتوا، وبعد يومين راحت هي كمان. مفيش كلام يقدر يوصف إحساسي وقتها. الجن كان متحكم في ماما بشكل يخوف، كانت بتغيب عن الوعي وعن الدنيا كلها. في النهاية أحب أقول لكم في حاجات في الدنيا صعبة تتفسر وصعبة تتفهم، بس دايماً ما بين كل خوف وكل لحظة ظلمة بيبقى في نور من عند ربنا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في قصص تانية من قلب الواقع.